واش عمرك وصلتي لواحد المرحلة في حياتك فين كل شيء كيبان غادي مزيان، قريب تحقق داكشي اللي بغيتي، وفي واحد اللحظة كتخرب كل شيء بيديك، كتأخر، يمكن كتهرب، كتبدل قرارات، ولا كدير شي حاجة غريبة وكأنك ما بغيتيش توصل أصلا. كتصور راسك علاش أنا كنخرب حياتي بيدي؟ إلا حسيتي بهذا الشيء راه هاد الحلقة مديورة لك. اليوم الموضوع حساس بزاف وكيمس بزاف ديال الناس. علاش ملي كتقرب توصل لشي حاجه كتخربها بيديك؟ علاش فاش كتكون قريب من النجاح، من العلاقه اللي كنتي باغيها، من الهدف، من الخدمه اللي خدمتي عليها بزاف، وكتلقى راسك كدير تصرفات كتخليك تبعد عليه؟ واش صدفه ولا كاينه شي حاجه اعمق من هادشي؟ هي واحد السلوك اللي كيخليك توقف النجاح ديالك، اسميتو سيلف سابوتاج. هاد الظاهره كيسميوها بزاف ديال الناس التخريب الذاتي، وبيديك وبلا ما تحس. كتكون غير كتوصل، ولكن في شي لحظه كدير تصرفات كتخليك ترجع للور. والاسباب النفسيه اللي كتؤدي لهذا التصرف يمكن الخوف من الفشل. بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يعترفوا بهذه النقطه، ولكن كاينين اللي فعلا كيخوفهم وكيخافوا من النجاح. النجاح كيجيب معاه مسؤوليه، ضغط، توقعات جديده، فالعقل الباطن كيبغي يبقى في المكان المألوف حتى ولو ما كانش مرتاح. يمكن حاجه واحده اخرى، الخوف من الفشل. حاجه غريبه، كتخاف تفشل فكتفشل قبل ما تفشل. كتخربها بيديك باش تكون نتيجه بيديك ماشي فجأة، بحال اللي كيبغي البارادوكس يتحكم في الالم ديالو. وايضا كاين الاحساس بعدم الاستحقاق. كاينين اللي في الاعماق ديالهم ما كيشوفوش راسهم كيستاهلوا النجاح، الحب او الراحه، فكل مره كيقربوا يوصلوا كيعاقبوا راسهم بلا وعي. العقل كيتبرمج على نمط معين، الا تعود يعيش في الفوضى الراحه كتولي كتخوف، فكيخلق المشاكل باش يرجع للاحساس اللي تعود عليه. كتكون خدام على شي مشروع وكل شيء غادي مزيان، وفي واحد اللحظه كتبدا تتاجل، كتفقد الحماس، كتقول ماشي دابا، كتكون بدايه علاقه زوينه وكتبدا تشك، كدير مشاكل بلا سبب، كتخبر الطرف الاخر بزاف حتى كيمل، كتكون قريب من هدف صحي وكتخرب النظام الغذائي ديالك في لحظه واحده اخرى. هاد السلوك غالبا كيتولد من تجارب الطفوله او من الطريقه اللي تربى بها الانسان. الا كان النجاح في طفولتك كيجلب الغيره او العقاب، غادي يترسخ في دماغك ان النجاح خطر. اذا كنتي كتسمع بزاف ما غاديش تقدر، راك ماشي بحال الناس، غادي تولي تصدقها، وكل مره غتولي كتصدقها، وكل مره كتقرب تبت العكس، كتخاف من المواجهه. اول خطوه هي انك تعرف انك كتخرب بيديك باش توقف وتشوف شنو كيديرك تبعد على هذا الهدف. كل مره كتقرب من النجاح سول راسك شنو كتحس، يمكن خوف، يمكن توتر، يمكن شك. بدل انك تقول ما نقدرش بغادي نحاول، وبدل تقول ما نستاهلش عندي الحق نجرب. التخريب الذاتي ما كيتبدلش في نهار، ولكن كل مره كتوقف وتراجع راسك كتربح خطوه. احيانا ضروري من دعم نفسي او مدرب كيساعدك تفهم ان الجذور ديال السلوك ديالك. وتخريب الذاتي ماشي ضعف، هو نداء من الداخل كيبغي يقول كاينه شي حاجه خصها تتصلح. ملي كتفهم الرساله كتولي قادر توقف ضد نفسك القديمه وتبني نتيجه جديده منك اللي كتستاهل النجاح بلا خوف. كل واحد فينا عنده لحظات كيخرب فيها بيدو، ولكن الفرق بين اللي كيبقى فيها واللي كيتجاوزها هو الوعي والإصرار. النجاح ماشي صدفة، هو قرار كيجددو كل نهار حتى كتولي كتعيشو بلا تخوف منه. وهذا الموضوع اللي غنهضروا عليه اللي بزاف ديال الناس كيعيشوه ولكن قليل اللي كيهضروا عليه بصراحه، هي علاش ملي كنكونوا قربنا نوصلوا لشي حاجه كبيره في حياتنا كنلقاو راسنا كنخربوا كل شيء بيدينا. واش عمر شي واحد ولا شي حاجه كانت غتمشي مزيان في خدمتك، في قرايتك، ولا حتى في العلاقه، ولكن في واحد اللحظه درتي شي تصرف خلى كل شيء يتقلب؟ اللي وقع لك هذا الشيء راه ماشي غير انت، وراه حتى ماشي صدفه. اليوم غنحاولوا نفهموا شنو واقع العقل ديالنا وعلاش كنوقعوا في هذا الفخ. بزاف ديال الناس كيهضروا على الخوف من الفشل، ولكن واش عمرك فكرتي انك ممكن تخاف حتى من النجاح؟ حيت النجاح كيعني المسؤوليه، كيعني تغيير، وكيدخلك في واحد المستوى جديد اللي ماشي مألوف ليك. العقل ديالنا بطبيعته كيبغي يبقى في الكومفورت زون حتى الا كانت خايبه، المهم تكون معروفه. وملي كيبان ليه انك غادي تبدل حياتك كيبدا يدير ليك
التدمير الذاتي باش يرجعك للبلاصه اللي متعود عليها. يمكن تكون سمعتي من صغرك الفلوس كتبدل الناس، النجاح صعيب، ماشي اي واحد كينجح. هاد الهضره كتبقى مخزنه في العقل الباطن ديالك، ومنين كتقرب تنجح العقل كيكون وكيقول واش بصح انا كنستاهل هادشي، ومن تما كتبدا تصرفات باللاوعي، كتاجل، كتخرب فرص وكترجع للور. ولكن انت في الداخل ديالك ما مقتنعش انك كتستاهل النجاح، غادي تحاول بلا ما تحس ترجع للمستوى اللي كتحس براسك فيه. مثلا واحد الشخص قرب ياخذ ترقيه ولكن كيبدا يتاخر، ما كيكملش خدمته مزيان، ولا كيدير اخطاء غريبه. علاش؟ حيت في الداخل ديالو كيشوف راسو ماشي في داك المستوى. منين كتنجح الناس كيبداو يشوفوك، كيهضروا عليك، ويمكن حتى كينتقدوك، وماشي اي واحد مستعد لهذا الضغط. داكشي علاش كيختار اللاوعي يبقى في بلاصتو غير باش يتهرب من هذا الشيء. الا سبق ليك نجحتي في شي حاجه ومن بعد جرحتي، تخليتي ولا فشلتي بطريقه قاصحه، العقل ديالك كيربط النجاح بالالم، ومن بعد ملي كتقرب تعاود نفس التجربه كيحاول يحميك حتى الا كان بطريقه خاطئه. دابا السؤال المهم، كيفاش نقدروا نوقفوا هذا التخريب الذاتي؟ اللي نقدر نقول هو ان اول خطوه هو الوعي. خاصك تعترف ان هذا الشيء واقع وماشي صدفه. تاني حاجة هي أنك خاصك تراقب أفكارك. كل مرة كتلقى راسك كتأجل ولا كتخرب شي فرصة، سول راسك علاش درت هاد الشيء وشنو كنحاول نهرب منه. خدم على تقديرك للذات، ذكر راسك بالنجاحات الصغيرة وخدم على الثقة ديالك شوية بشوية. بدل المعتقدات ديالك، ماشي كلشي اللي تعلمناه صحيح. يمكن النجاح ماشي خطر، ويمكن أننا نستاهلو أكتر مما كنتصوروا. وطلب المساعدة كما قلت لك، إلا كنتي محتاجها من كوتش، تيرابيست، ولا حتى صديق واعي، راه ماشي عيب. التخريب الذاتي راه ماشي دليل أنك ضعيف، بالعكس دليل أن داخلك كاين صراع بين شكون انت دابا وشكون ممكن تولي. وكلما وعيتي بهذا الصراع كلما قربتي تربحه. وكما قلت لك كاين واحد الاحساس اللي بزاف من الناس كيعرفوه ولكن قليل اللي كيهضروا عليه، هو داك الاحساس ديال انك تكون قريب تحقق شي حاجه مهمه في حياتك، ولكن بواحد اللحظه كتلقى راسك درتي شي تصرف خايب ولا خديتي قرار غريب وحتى بدلتي تبعد بلا سبب، وكانك كتخرب كل شي بيديك. وداكشي علاش اليوم في وعي بودكاست كنهضروا على هذه الظاهره النفسيه اللي كتسمى الخوف من النجاح او الذات اللي كتخاف من التغيير. تخيل معايا واحد سيد خدم على راسو سنين، قرا وعيا، دار مجهود كبير باش يلقى خدمه اللي ممكن ديال الاحلام ديالو. نهار جاتو الفرصه دار المقابله وكل شيء مشى مزيان، ولكن في اخر لحظه ما جاوبش على الايميل، ما مشاش للمقابله الثانيه، وقال مع راسو ما كنتش غادي ننجح اصلا. هاد القصه ماشي غريبه، بزاف من الناس كيديروا نفس الشيء ولكن ما كيعرفوش علاش. الانسان ما كيهربش غير من الفشل، كيهرب حتى من النجاح. علاش؟ حيت النجاح كيعني تغيير، والدماغ ديالنا ما كيبغيش التغيير. النجاح كيعني المسؤوليه جديده، نظره جديده من الناس، توقعات جديده من راسك. وهذا الشيء كيرعب بزاف ديال الناس اللي عاشوا في بيئه فيها الخوف، او اللي تعودوا يسمعوا ما غاديش تقدر، راك ماشي قدها، خليك غير في الامان. الطفل اللي تربى على هاد الرسائل كيولي عنده صوت داخلي كيهضر بهذه الطريقه، وكيخرب كل محاوله باش يخرج من الدائره ديال الخوف. كنخربوها بطريقه كثيره، بعدها واضحه وبعدها خفي. كنأجلوا المهام حتى كتضيع الفرص، كنشكوا في راسنا بزاف، كنختاروا الناس الغلط اللي كيعطلونا، وكنلقاو اعذار باش ما نكملوش، وحتى كنمرضوا نفسيا او جسديا بلا وعي غير باش نهربوا من الضغط. كل هاد التصرفات ماشي صدفه، راه دفاعات نفسيه كتخدم بلا ما نحسو. واول خطوه هي الوعي. منين كتلاحظ راسك كتخرب شي حاجه كنتي باغيها، ما تحكمش على راسك، غير سول علاش خفت، شنو اللي خليني نحس انني ما نستاهلش. الجواب غالبا غادي تلقاه في طفولتك، في ذكرياتك، في طريقه كيفاش كنتي كتعامل مع النجاح. مين كتولي واعي كتقدر توقف وتقول انا ماشي داك الطفل اللي كان كيتخاف عليه، انا دابا نقدر نختار ونكمل. كل مره كتقرب من هدف كتب شنو كتحس وشنو كتقول لراسك، وبدل الحوار الداخلي من ما نقدرش غادي نجرب، واحتفل بالخطوات الصغيره. النجاح ماشي لحظه وحده، راه هو واحد المسار. وضروري انك تقبل الخوف، لان الخوف ماشي عدوك، راه هو اشاره انك انت خارج من منطقه الراحه. وخدم على علاقتك مع راسك، كل ما زادت الثقه نقص الخوف من النجاح. كما ديما كنقول ان النجاح ماشي صدفه والفشل ماشي قدر، اللي كيدير الفرق هو الوعي، انك توقف وتشوف وشنو
كيدور في داخلك وتقرر ما تبقاش تخرب احلامك بيديك. يمكن الطريق طويل، ولكن كل مره كتختار تكمل راك كتربح معركه صغيره ضد الخوف. هاد الحلقه ماشي باش نحكموا على راسنا، ولكن باش نفهموها، باش نتصالحوا معاها، وباش نسمحوا لراسنا ننجحوا بلا ما نحسوا بالذنب. وخليني نقول لك حاجه مهمه، راه ماشي حيت انت ضعيف ولا حيت ما فيكش الاراده. كاين واحد الجزء فيك خايف من النجاح، وخايف من التغيير، وخايف حتى من السعاده، حيت العقل ديالك متعود على الالم، متعود على الفوضى، متعود على نفس النمط. ملي كيبان ليه شي حاجه زوينه جايه كيبغي يرجع لداك الشيء اللي عارفه حتى الا كان كيتالم. وبزاف ديال الناس كيقولوا انا كنخاف من الفشل، ولكن الحقيقه العميقه هي كنخافوا ننجحوا، حيت النجاح كيعني مسؤوليه، كيعني تغيير في الحياه. ممكن تخسر ناس، وممكن تولي نسخه جديده من راسك، وهذيك النسخه الجديده مجهوله، والعقل ديالك كيرفض المجهول. فكيوقع انك كتقرب توصل، كتخاف، كتخرب. دابا خليك معايا في هذه الفكره. واش في الداخل ديالك حاس باللي انك انت ما كتستاهلش هادشي الزوين؟ يمكن تربيتي على النقد وعلى المقارنه وعلى التقليل منك، ودابا منين كتقرب تجيك فرصه زوينه كيطلع صوت داخلي كيقول لك هادشي كبير عليا، غادي يبان ليا انا بلي ماشي قدو، ماشي انت ولا انت هذيك. وهنا كتولي كتدمر الفرصه باش تبقى مساجم مع الفكره القديمه ديالك على راسك. وواحد الحقيقه صعيبه انه بعض المرات كنرتاحوا في الالم ديالنا حيت عارفين انه مألوف وما فيهش مفاجآت، ولكن النجاح، السعاده، الراحه كيطلبوا منك تبدل، تكبر وتواجه راسك. وهنا كيوقع الهروب، السيلف سابوتاج. يمكن كيبان عندك بهذه الطريقه ان تسويف، كتقول حتى الغدا وغدا ما كيجيش، كتختار ناس غلط في العلاقات، يمكن كتضيع فرص، كتشك في راسك بزاف، كتخاف تاخذ خطوه اخيره، وكل مره كتعاود وكتعاودي نفس السيناريو. واول حاجه هي الوعي كما قلت، حيت غير الا فهمتي راسك راه خطوه كبيره. وسول راسك ان مناش انت خايف، ماشي غير كنخاف، ولكن شنو بالضبط اللي كيخوف في الوصول. ثالث حاجه خدم على الاستحقاق ديالك. قول لراسك انك كتستحق توصل، كتستحق تنجح، وكتستحق تكون مرتاح. حتى الا ما حسيتيش بها غير كررها، ماشي ضروري تقفز قفزه كبيره، دير غير خطوات صغيره، ولكن ديرها وما تهربش من اللحظه اللي كتخوفك. ولا كنتي كتخرب داك الشيء اللي قريب تحققه، راه ماشي حيت فيك شي عيب ولا شي حاجه ناقصه، ولكن بالعكس راه حيت فيك شي حاجه كبيره بزاف وخايف تبان وخايف تتحمل المسؤوليه ديالها. ولكن تيقني وتيقيني الحياه اللي بغيتيها راه ماشي ضدك، راه كتسناك غير تبطل تحارب في راسك. ولا عجبتك الحلقه ما تنساش تشاركها وتشاركيها مع شي واحد محتاج يسمعها، وخلي لي رايك، واش عمرك حسيتي بهذا الاحساس؟